عمرك فكرت تطلع الفيوم وتقعد وسط الروقان والجو الحلو؟ ده اللي انت هتعمله معانا لو اتفرجت على الفيديوهات دي، بس مش لوحدك. هتطلع مع احلى 3 يوتيوبرز قريبين جدا لقلبي، احمد اسلام وايزي بايكر احمد علاء واي رايد اسامه مهدي. الطلعه دي على قد ما حصل فيها حاجات حلوه كتير قوي، حصل فيها حاجات مرعبه كتير قوي. يا جدعان احنا ماشيين على الطريق دلوقتي، لقيتهم وقفوا مش لاقيين اسامه. هو ماشي، انا بص عليه من ساعتها في المرايه بس فجاه مش موجود. وابتدت الطلعه دي اللي خططنا لها بقالنا كتير ان الموتوسيكل بتاعي معرفتش اطلع بيه. عارفين ليه؟ حصل ايه امبارح عشان نطلع بالعربيه؟ الموتوسيكل بتاعنا كنا بنعمله سيرفيس، بنغيره بوجهات فلاتر وغيره، وخدنا الفلتر نعمل له اعاده حشو، ولكن رجع متكسر. كان في هو الفلتر كان بعيد عن المكان اللي بيعمله سيرفيس، فبعت حد يجيبه، وقع منه ودس على الفلتر عربيات فاتبهدل. طبعا الكلام ده كان 10 بالليل، ما كانش في مكان فاتح اجيب منه فلتر، وباظت الطلعه بتاعه الموتوسيكلات. ولكن النهارده كانت فرصه حلوه قوي نجرب زيت ريبسول في العربيات ونطلع الطلعه دي بعربيه. دي اول مره في حياتي نعمل الطلعه دي كده. بس ايه رايكم في الفلوج بتاع العربيات واستراكيبه الموتوسيكلات على قناه الموتوسيكلات؟ والله يا جدعان نفسي دايما اسافر بالعربيه واروح اخيم واعمل حكايات كتير قوي. مين معانا هنا ومين نفسه يعمل كده؟ يقول لنا تحت في الكومنتات تحت. تسلم ايدك حبيبي، الله يخليك. السلام على جو الروقان. اول الواصلين احمد علاء. اهلا استاذ هيثم، عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ اول الواصلين، اخبارك ايه؟ الحمد لله، انا نشيط يا باشا. الراجل ده بقى له نص ساعه واقف مستنينا. اكتر اتحمص. انت جاي قبليه؟ انا من قبليه لان ابو مرعي. يا اهلا صباح الفل. قص ايه الاخبار؟ صباح الخير. اسامه مهدي بتاع موتوسيكلات وراه هذه الفايزر السوداء يا جماعه. حبيبي هيسوق. يا اهلا، الحمد لله على السلامه. ما نفسه انت في امان. بصحصح على الطريق. اللهم انا نسالك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. طبعا الرجاله المشهورين ايزي بايكر، الياماها السوبر تنريه، احمد اسلام السي بي 1000، وهيثم الشناوي الجولد وينج، واسامه مهدي بالكوازاكي الزد 1000. ده موتوسيكل جديد ده؟ موتوسيكل جديد لسه اول طلعه. ماشي يا عم. فدي الموتوسيكلات اللي طالعه معانا، والعربيه اللي هناك كله حاطط زيت ريبسول، فبنجرب ناخد ارائهم بقى في اخر الطلعه. انا بالعربيه، يلا يا مسهل الحال، نقول بسم الله، توكلنا على الله. يا سلام، الواحد لما بيعدي على البوابه دي بيحس ان هو متنفس رحله اخيرا او طلعه. والله يعني احساس جميل. وطبعا نجهز لهم ال10 جنيه الجديده. انت معكش عده ابو حميد؟ معايا اهي. دي الكلاسيك دي. بس الموتوسيكل يعني مش جايبه هنا خالص. لا وكمان دي انا مزود لها كام حاجه كده. لا الادفنشر ده لازم يبقى معاه، يا نهار اسود. لا بس هي عندي موتوسيكل الحمد لله، هي الحاجات معينه قوي يعني، كلها نفس المقاس تقريبا. كويس. يعني كله هنا بيفتح العمله كل حاجه. يعني ممكن ده يفك العجله؟ لا مش الدرجه دي حضرتك. لا ما انت لازم نديها. انت فين الموتوسيكل بتاعك؟ المفروض ان هو فيه نص ورشه ما شاء الله. فين الورشه؟ ما هو انا مطلع اهو يا باشا اهو. عيش يا باشا، احنا عيش. طيب واحده من الحاجات الرئيسيه لو انت مسافر لازم يبقى معاك المفتاح الاستبن. خلينا نسالهم هم جابوا المفتاح الاستبن ولا لا. زياده في الموتوسيكل. انت جبت المفتاح الاستبن بتاع موتوسيكلك ولا معكش؟ عايز اقول لك على حاجه، انا اصلا ما عنديش مفتاح استبن للموتوسيكل. طب يا استاذ احمد جبت مفتاح استبن؟ لا بصراحه عشان لو ضاع يضيع لوحده. طب وانت جبت مفتاح استبن؟ جبت مفتاح استبن بتاع موتوسيكلك؟ هو جاب الاستبن. مفتاح الاستبن بتاع موتوسيكلك؟ لا والله العظيم ده المفتاح اصلا، ده السبير. يا نهار ابيض. يا جدعان لو حد ضيع مفتاحه نتبقلش. هنحط الموتوسيكل في العربيه بتاعتنا على البركه يا باشا. يلا بينا. ابو برعي بصوا يا جدعان ماشي ازاي، قاعد ازاي. قاعد حاطط ايده على انجن جارد ومديها وناسي الدنيا. ادي احمد علاء. السفر سواء بقى بعربيه او بموتوسيكلات هو شيء يعني جميل، بس بيحتاج تخطيط كبير جدا عشان تقدر تطلع وانت مبسوط. فالتخطيط ده جاي من فكره انك ازاي تخطط للبسك والحاجات اللي هتاخدها معاك ان هي تبقى على قد ما تقدر صغيره، وتخطيط لاحتياطاتك في الطريق عشان لو بعد الشر حصل اي حاجه تعرف هتعمل ايه، وتخطيط لحاجات كتير جدا. فمنها برضو
العده اللي تاخدها لو حصل لك اي اعطال. سواء بقى معاك عربيه او سواء معاك موتوسيكل، هي الفكره كلها واحده، لازم تخطط لده عشان يبقى بقيه رحلتك استمتاع. لو بعد الشر عطلت هتلاقي ان اصلا تصليح العطل وانت معاك الادوات ممتع، طالما مفيش تنشن، مفيش بانيك انك يا نهار ابيض انا هعمل ايه وكل ده، انت مبسوط جدا ولا همك. طيب الرجاله بتفول البطن وبعد كده هتفول الموتوسيكلات. طب يا جماعه احنا جالنا دلوقتي اول تحدي من ريبسول. تمام. التحدي ده بيقول لك ايه؟ معروف ان قيادة الموتوسيكلات بتحب السرعه، وعشان كده احنا عملنا لك اول تحدي بخصوص السرعه. التحدي هو سباق الى نقطه تحدد على الطريق، مسافه السباق 100 متر، واخر واحد هيوصل هو الكسبان يا سيدي، يعني ابطأ واحد. جامده جامده الفكره دي. خلينا نشوف بقى مين اللي هيكسب ما بينهم الثلاثه، الزد 1000 ولا السوبر تنريه ولا برعي. طبعا انا متوقع مين؟ توقعوا دلوقتي يا جماعه، حطوا لنا في الكومنتات تحت. انا متوقع حاجه من اتنين، تقريبا السوبر تنريه ده عشان متوازن قوي ممكن يكسب وعشان الشنط دي، او موتوسيكل خفيف بقى ما بين الستريت بايك. بصوا رول الفكره دي، ابطأ واحد فيكو هيمشي. طيب لو واحد نزل رجله هو خسران. تمام؟ 1 2 3. اوعى وشك. طبعا المشي البطيء ده هيخلي الموتوسيكلات تسخن، في تسلخات في الموضوع بس مش مشكله. اسامه اكتر واحد متاخر يا ريدي. الله الله الله، شفت السوبر تنريه؟ بسم الله ما شاء الله، زي ما قلت لك ممكن يكون ابطأ واحد. مطب ده بقى عقبه، هنا في مطب عقبه، هو حد ينزل رجله، هو حد ينزل رجله. أسس مركز، أسس مركز عشان ايه؟ يحاول يعوض. الله، هيعوض وهيكسب احمد اسلام، هيعوض ويكسب احمد اسلام. يا مسهل، نيجي من على الجنب، هما الاثنين واحد، هو حد ينزل رجله، هو حد ينزل رجله كده. أسس عدى احمد اسلام. عاش يا وحش، عاش. ها يبقى كده ايه؟ قربنا 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 قربنا. حلو ده، حلو. لحد الخط ده احمد اسلام طريق السلامه. عاش يا اهلا وسهلا. البرنس اللي كسب، والجولد وينج برضه مسيطر. عم هيثم مسيطر. الف مبروك يا عم احمد. والله توقعت ان الادفنشر يكون اكتر واحد متوازن. يبقى كده المركز الاول احمد كسب النقط، مركز ثاني أسس، مع انك انت كنت طاير في الاول. كنت بقى غلط. مره حظا اوفر. المركز الاخير. يا برعي. طيب الحمد لله وصلنا القاهرة دلوقتي على محور روض الفرج. قدامنا 40 دقيقة أو 58 كيلو لمدينة الرحاب عشان نوصل ايفنت مومو ريسنج اللي هتشوفوا التغطية كاملة ليه، يعني هننزل لها فلوج لوحده ونكمل لكم الرحلة بقى على الرواق. الرجالة ورايا، بس المشكلة إن أنا ماشي 120 عشان المخالفات، هما ما شاء الله طايرين 140، وأغلب الكاميرات الرادار ما بتجيبش موتوسيكلات من قدام، النمر بتبقى جانبية شوية، فبراحتهم بقى رجالة. طيب على الملف احنا خلاص متجهين ناحية الفيوم بعد الايفنت. طبعا اللي ما تابعش الايفنت لازم يروح يشوف فلوج الايفنت، هتلاقيه ظهر لكم فوق هنا. المشكلة ان الشمس ابتدت تروح والضلمة هتيجي، ولسه ان الشباب ورانا اهم في المراية، ولسه قدامنا طريق طويل قوي، قدامنا 231 كيلو، فيا رب يعني ايه نعرف نوصل لمكان كويس قبل ما الليل يجي، يعني يا مسهل الحال. الرجاله داخلين من عند بوابه مكتوب عليها اسيوط، والرجاله اهو طبعا الليل جه علينا والناس مش شايفه حاجه قدامها. احي موبايلك مقفول يا عم اسامه. يا جدعان احنا ماشيين على الطريق دلوقتي لقيتهم وقفوا مش لاقيين اسامه، موبايله مقفول. هو ماشي، انا بص عليه في ساعتها في المرايه بس فجاه مش موجود. طب ارجع الحته دي عكس؟ لا طبعا نص كده. ايه؟ هو مش كان انتوا قدامي؟ انتوا واقفين بقالكم حبه؟ لا يا دوب ده دقيقه بالظبط. انت لسه واقف؟ لسه واقفين حالا. طيب ما لو كان في حاجه مش انا كنت وراكم؟ ما بالظبط. يكون الجنزير اتقطع مثلا فركن. موبايله مقفول ليه؟ موبايله فصل شحن مثلا.
بيرن؟ بيدي جرس. يا رب استر. لا ما تهزرش والله. طب اعمل ايه؟ يكون اتثبت. طيب تثبت ايه؟ الو ايوه فين يا عم؟ بتحط بنزين؟ طب يا عم خضتنا يا عم. يا عم قول لنا يا عم. قلبنا وقع يا عم. يا عم حرام عليك يا عم. احنا لقينا الموبايل اتقفل قلنا بس. خلاص كده روح. احنا عشان نور بعد كده وقلنا لك هتقف. ما انا والله انتوا عمالين تحمينا ابو برع ده يفسنا بالشاف قدامه. بص لما مش انت كنت شايف؟ والله شايف. لو في حاجه يا جدعان زمروا جامد 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 لا هو رعشني يبقى انت اطلع قدامهم ودوس يمين. هو دوب ما رعشني. لا ده انا جيت قدام وقفته. طيب خرجنا على الطريق بتاع الاقصر ياني، ودخلنا على طريق الواحات، وده اللي بيودي لوادي ريان. طبعا الطرق يا جماعه اتغيرت عن زمان بشكل كبير جدا بصراحه، ولكن يعني تظل الدنيا لسه ضلمه جدا 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 جدا. الطريق يا جماعه رايح جاي وبقى ضلمه ومخيف جدا جدا جدا. يعني العربيات جايه في وشك ضربه نور اصلا انت مش شايف حاجه مأساويه. معرفش انتوا تشوفوا ولا لا، حاجه رهيبه رهيبه. قبل شويه يا جماعه حصل حكايه ان قطيع كلاب معدي، الحمد لله فلت منه والاقي لك عربيه بوم فخبطت واحد فيه لانوس، انفجرت والله العظيم. ده طريق خطر جدا جدا الى ابعد مدى يا جماعه. شوفوا 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 يا جدعان، رمله قطع الطريق كليا. يا نهار ابيض. طيب يا جماعه نزلنا على اسفلت وداخلين في حته اوف رود، الله يستر. طيب المفروض ان وسط الحاجات دي كلها هنلاقي ممر يمين مثلا. طيب اتاري في دخله غلط بتاعت الجي بي اس، وفي دخله تانية قدام عمود نور، وهي دي الصح يا جماعه. صعب قوي المشي وسط الصحراء، احنا وسط الصحراء، صعب انك تيجي بالليل. واحده من اسوأ القرارات انك تيجي المكان ده بالليل صراحه يعني. ما شاء الله في عربيات كتير قدامنا يا جدعان، وادي البايكرز احمد علاء اهو. طيب يا جماعه الناس دي عايزين يدخلوا الموتوسيكلات بتاعتهم. ايوه طبعا انتم مش شايفين حاجه من الضلمه الرهيبه اللي احنا فيها، لما ننور الانوار دلوقتي بس تمام تمام. لا والله الناس جامده، هي ما بتغرس. خلي قص عاش ابو حميد حبيبي. السول ميت في الاوضه. شفت يعني اهم خالص موضوع الغرز بتاع الدبوس. بلاش تحسده احسن، ساعات بيحصل رغم البتاع اللي انت لا جربناها حاجات كتير قوي. يا رب يا ساتر. طبعا يا جماعه دي الاوضه، هي الاوضه هنا اوض بيئيه، يعني هنا في تراب اصلا في الارض، والفكره كلها ان احنا في اوضه بيئيه. يعني بص 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 الجمال. هناك او فوق في طوب وده باب عادي، وهنا طين عشان في الحر ما يحسكش بالحراره قوي، والطوب ده ما بيحتفظش ايه قوي. وهنا السرير الغريب اللي هو كل الفكره ان هو اصلا طوب، وحط لك هنا كليم وحته سفنجايه وكليم وكليم وكليم. احنا جايين نروق بالنا، فاكيد هتبقى جاي عشان تقعد في حاجه من الطبيعه. مفيش غير لمبه خفيفه اهو هنا محطوطه جوه ثبت وشكرا. اعتقد دي كمان شغاله يا عم. احلى مسا عليك. وده الباب جو رايق. يا سلام يا سلام. طبعا بره انت مش شايف اي حاجه، ودي الفكره. خلينا نصورها لكم بقى بكره الصبح ان شاء الله. طبعا الرجاله بعد التعب بتاع السواقه ده 500 كيلو. 500 كيلو ليه؟ والله. رحنا من اسكندريه للرحاب، وبعد كده كان في ايفنت هناك، وبعد كده قلنا نيجي هنا. الكلام بجد؟ للاسف. انتوا اليكس كايرو هنا؟ بقول لك ايه؟ في هنا كان عندنا ايفنت. صاحيين من الساعه 8 الصبح يا عيني، اكيد لحمه فالسواقه مرهقه. الى ما ان احنا ايه ناكل دلوقتي، فيلا بينا.
الحمد لله على السلامة. الاخوة دول كلهم يوتيوبرز، احنا 4 يوتيوبر موتوسيكلات قلنا نطلع نجرب يعني. أسس ايه اصعب حاجة كانت في الطريق؟ اصعب حاجه التلج. انت 100 ابو حميد ايه اصعب حاجة؟ اصعب حاجه في الطريق اديني محشي عشان الوقت ده هو بصراحه مش عارف. ايه ولا ايه؟ كان جعان. ماشي. وانت ايه الصعب؟ الطريق بصراحه انا مش حافظ ده. لا اصعب حاجه حصلت في الطريق هيثم يمين وشمال. ممكن تديني قول. لا دي المعلقه دي هاكل بيها اصلا. اصعب حاجة ايه؟ اصعب حاجه بصراحه لما اسامه اختفى. خضتوا عليا يا ولاد. والله بالله عليكم خضنا عليك جدا. ربنا يخليك. راجل كلامك غير متاح. يا نهار ازرق. يلا يا مساعد. صباح الفل يا جماعة على تاني يوم في الروقان اللي احنا فيه ده. يا شباب طبعا العربيات هنا كلها اوف رود، وبصوا هنا الراجل حاطط طاقة شمسية على الازاز. الظاهر اكتر قرار غلط اخدناه ان احنا نيجي وفي مدى. طبعا المحمية اللي احنا فيها ده يا جماعة من المحميات القليلة في مصر اللي محتفظة بجمالها وفيها اماكن تخييم.